كل الكلام ده اعلن واتكتب. الثورة بقى لها 29 سنة. اتصلنا بالاخوان قبل قيام الثورة وعبد الناصر شخصيا، وطلب منهم الاشتراك في الثورة، وجبنوا وخافوا ورفضوا بقيادة الهضيبي. اتصلنا بسراج الدين والوفد، جبن وخاف. بقول ليه سراج الدين؟ لانه نفس الكلام كلام سراج الدين. البعض بيسأل بره بيقول الله طيب الفتنة الطائفية، طيب جايبين التانيين دول ليه؟ العملية كلها حلقة واحدة وتنسيق واحد. ثورة 23 يوليو زي الثورة الفرنسية تمام بالنسبة لمصر، وزي ثورة امريكا بالنسبة لامريكا. فلما يجي بهذه البساطة يتكتب بهذه البذاءة والتهكم والاجرام، دي ثورة شعب طلع من جديد، وابنائه اللي ما كانوش بيتعلموا وكان محكوم عليهم اتعلموا، وعادت الحقوق لاصحابها. كامب ديفيد ما خرجتش مصر من ساحة الجهاد. ده اسيادهم اللي بيمولوهم هم اللي بيقولوا لهم هذا الكلام، ولازم يدفعوا ثمنه. وثورة 23 يوليو انا طلعت غلطان، كان لازم خليتهم في مكانهم